The irony is, the chosen ones never know they are chosen. ازيكم؟ انا اريج والنهارده هنقرا مع بعض مايل هاي لكليس تومفورد. لو ما شفتوش الفيديو اللي فات ممكن تشوفوه من هنا واعملوا لينك في الديسكريبشن عشان الفيديو ده مترتب عليه. الاسبوع ده الاسبوع الثالث من الريدنج ماراثون اللي هو الماجيكال ريداثون. الكتاب اللي احنا هنقراه النهارده مايل هاي، البرومبت بتاعته ان يكون في سحاب على الكفر بتاع الكتاب. هو رومانس، فكنت بحاول اختار كتب خفيفه اعرف اخلصها بسرعه، بس بعد كده اكتشفت ان مايل هاي اصلا لوحده 600 صفحه. الكتاب بيستخدم تروب اللي هي بنسميها الانميز تو لافرز، تستخدم افضل في سياق الكتب اللي هي الفانتسي. لما يكون الكتاب فانتسي وفي عامل من الرومانس كده في النص، ساعتها ممكن نسمي ده enemies to lovers، لان هم اعداء فعلا. في العوالم الفانتسي اللي احنا بنختلقها في احتماليه كبيره جدا عادي ان يكون في ممالك اعداء لبعض وان يكون في حروب. دي طبعا حاجات موجوده دلوقتي بس مش هنعرف نتكلم عنها في ثيم رومانسي. في العوالم الفانتازيا دي ممكن يكون في كلانز اعداء لبعض او عائلات اعداء لبعض وفي مشاكل ما بينهم. ساعتها احنا ممكن نقدر نتفهم ان في موتيفز هتكون موجوده كفايه ما بين الشخصيتين ان هم يكرهوا بعض. لما يكون الكتاب مثلا اوفيس او ورك سبيس رومانس اللي هو هم اعداء في الشغل مثلا وبيتنافسوا على بوزيشن معين، او ان هم حصل ما بينهم موقف وحش اول ما اتقابلوا وبقوا مش طايقين بعض، الحاجات دي ممكن نسميها اكتر رايفلز ولافرز، لكن مش بالضروره انميز، لان انميز وصف قوي قوي. المين كاركتر بتاعتنا هي مضيفه طيران نقلت شغل جديد الفتره اللي فاتت دي، واول رحله هتركبها مع فريق باسكت بول شيكاغو تقريبا، فهي اول مره تقابلهم. في واحد من اللعيبه من الشخصيات بقى اللي هو الباد بوي اللي هو شايف نفسه بتاع بنات وعارف ان هو حلو والناس بتجري عليه. اول مقابله بينهم كانت رخمه شويه لان هو افتكر ان هي بتحاول تلفت انتباهه وهي اصلا شغاله معاهم في الطياره، فمن هنا بقى اتبنت ان هي تكون انمي ستولافرز. انا ما بحبش اقرا كتير في الديسكريبشن بتاع اي كتاب رومانس قبل ما اقراه، لان لو قعدت اقرا كتير انا كده بحرقه على نفسي، فبحاول ان انا بقدر الامكان ما اقراش كتير عشان ما يتحرقش عليا حاجات ممكن تكون هتظهر بعد كده قدام. هندخل مع بعض ونشوف ايه اللي هيحصل. انا اضطريت اغصب على نفسي اقعد واتكلم معاكم عن الكتاب ده طول الاسبوع عشان انا متضايقه ومش عارفه المفروض اقعد اتكلم معاكم ازاي. يعني مش عارفه ابدا منين، حتى محتاجه اسال تاني ليه ستاندرد البنات بقى في الارض قوي كده. الكتاب ده واخد تقريبا 4.3 على الجود ريدز، وده ريتنج عالي جدا 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 لكتاب رومانس. وعايز اسال ليه بدا كويس قوي، اداني بصيص من الامل انه ممكن يمشي كويس، وبعد كده خد مني كل حاجه. الولد بيروح ثيرابي تحفه رائع، بس يا ريته كان بيعمل حاجه في الثيرابي. يعني انا مش حاسه انه الثيرابي افاده في اي حاجه خالص. يعني عامل نوت على الموبايل بتاعه باسماء البنات اللي ممكن يقابلهم كل ولايه ومعلومات يفتكرهم بيه عشان لما يتصلوا بيه يعرف يفتكر هم مين. بيقول في الانر مونولوج بتاعه انا مش الشخص السيء اللي كل الناس فاكراني عليه زي كل النايس جايز اللي بنقابلهم، الكريزه اللي على الكيكه، جمله لايك وات يو سي. انا مش عارفه ايه الاختيارات اللي اخترتها في رمضان دي بجد، 3 مرات في صفحه واحده. عمال طول الكتاب بيتكلم عن ان هو مر بماضي سيء جدا واثر عليه نفسيا، عشان كده هو بقى بيتصرف التصرفات اللي بيتصرفها دلوقتي كأن انا المفروض ابرر له ان هو مر بحاجه وحشه، فده يحق له ان هو يتصرف وحش مع الناس. انت بتروح ثيرابي تعمل ايه عشان تبرر لنفسك اللي انت بتعمله؟ جمله انا مش عارفه اقول ايه بصراحه، انا هسيبها زي ما هي كده. احنا مش بنطارد الستات، الستات هي اللي بتطاردنا. انه كمان مش وحش مع الستات بشكل عام او مع الشخصيه الرئيسيه بتاعتنا بشكل خاص، لا هو بني ادم وحش. الطريقه اللي بيتكلم بيها عن الفرق اللي بيلعب معاها، شايف ان هو بيلعب في استاد بتاع الفريق التاني وان الناس التانية بتشجع الفريق التاني، ما طبيعي ومبسوطين. لا انا ازاي اسيبهم مبسوطين؟ انا لازم اخلي الفريق يتبهدل عشان بعد كده يبقوا يجرؤوا ان هم يشجعوا الفريق التاني. كل ما ستيفي الشخصيه الرئيسيه بتاعتنا ترفضه يتبسط اكتر. تشالنج بالنسبه له ان هي اكيد لا، هي مش بتقول لا عشان هي قصدها لا، هي بتقول لا عشان تخليني اجري وراها. بيقول على الستات انهم اوبشنز بالنسبه له وان هو على طول عنده اوبشنز، لو هي رفضت في غيرها كتير. بيستغرب قوي لما بيشوف ستيفي بتتعامل كويس مع رجاله تانية او بني ادمين تانيين بشكل عام، وبيقعد يسال نفسه هي ليه بتعاملهم حلو وبتعاملني انا وحش؟ من اول الكتاب هو شخص مزعج ومتكبر وبيعملها وحش. هي المضيفه بتاعته فهو على طول موجود على الطياره وبيتعمد
كل رحله يجرجرها رايح جاي مشاوير عشان عايز حاجه ممكن لو مد ايده كده بس يعرف يجيبها. بس لا، احنا لازم نبهدل ستيفي عشان هو ده التنشن اللي بندور عليه في الكتاب. زي ما قلت الستاندرد في الارض. اتكلم بقى عن ستيفي اللي هي اصلا قصه تانية خالص. كانت نيه ليز دامفورد وهي بتكتب شخصيه ستيفي ان هي تكون بلس سايزد كاركتر. المفروض ان احنا بنشوف الانر ستراجلز بتاعتها. اتكلمنا عن ان هي مامتها عمرها ما عرفت تتقبلها، وان هي شايفه ان هي كان ممكن تبقى احسن من كده بكتير وعمرها ما عرفت تبقى فخوره بيها. ببدا اتعاطف لحد ما اشوف ستيفي بتتكلم وتتعامل ازاي مع البني ادمين التانيين. هم لاقيين على بعض فعلا. حاسه ان احنا كبرنا قوي على فكره ان الستات تقعد تقطع في بعضها وتعيب في بعضها وتقول على بعض كلام وحش من وراها. الاتيتيود بتاع اللي هو انا مش زي كل البنات التانية وكل البنات التانية عايزه اتنشن من الرجاله وانا الوحيده اللي مختلفه. خلاص ده ايام الواد باد في 2012. محدش بقى بيعمل كده دلوقتي. ان هي تقعد تتكلم عن مضيفه زميلتها وحش. في اول باراجراف اتكلمت عن واحده منهم فيها راحت قال عليها this bitch. كمان ليز دامفورد مش بتساعد، يعني هي بتصور المضيفه التانية دي على ان هي بتحاول تشد ستيفي وتوقعها. يعني هما البنات في القصه دي كلها اصلا مش سبورتيف لبعض اطلاقا. يمكن شخصيه واحده بس، بنت هي المحترمه. مامة الولد عايزه تنهب فلوس. مامة البنت ابيوسيف. المضيفه اللي شغاله معاه مش كويسه. كل البنات ايفن زاندرز البطل بيتعامل معاهم يبقوا عايزين يرموا نفسهم عليه. مفيش ديسنسي، مفيش كومن ديسنسي في البنات غير هي ستيفي البطله بتاعتنا تقريبا. يعني كبرنا احنا قوي على حوار مع عدو المراه الا المراه اللي زيها ده خلاص. في نص الكتاب كانت في بار والبارتندر كان بيحاول يتكلم معاها، وقالت في الانر مونولوج بتاعها ان هي مش مرتاحه للوضع ده بس هو شكله حلو فهتعديها. واحده بتمر بمشاكل بودي ديسمورفيا ورفض التقبل نفسها وشكلها بتحكم على تصرفات الناس التانية من شكلها. بيضحكني قوي الشخصيات اللي المفروض ان هي تبقى الشريره او اللي هي بتعمل كونفليكت في القصه لما تتوصف بشكل كاريكاتيري قوي. احنا هنرميها في وشكم. مفيش حد بيتكلم كده في الحقيقه. يعني اوقات بحس ان في جمل ممكن تتكتب في ديالوج عادي بس لما نجرب نقراها احنا بصوت عالي نحس ان مفيش حد في العالم ممكن يتكلم بالطريقه دي حتى لو انت شرير. لو الموضوع ببساطه ان احنا نعرف البني ادم اللي قدامنا ده شرير ولا طيب بالطريقه اللي بيتكلم بيها كانش حد غلب. لكن مفيش حد شرير بيقول على نفسه شرير. مفيش حد شرير بيبين ان هو شرير. لكن لما انا اقعد اتفرج على شخصيه من اول الكتاب عماله تقول كلام شرير، فين الكاركتر جروث في القصه؟ فين الكاركتر ستراكشر في القصه؟ عايزه استخدم دماغي. حاسه ان انا محتاجه استخدم دماغي والكتاب بيرمي لي كل حاجه على طبق من فضه قدامي. الناس بتطلع سمعه على كتب الرومانس ان هي كتب تافهه، والواحد بيقعد سنين بيحاول يتكلم مع اللي قدامه يحاول يقنعه ان هي مش كتب تافهه. طب ما هو طبيعي لو حد ما بيقراش رومانس يجي يقرا كتاب زي ده. عندهم حق. انا كنت قريت الكتاب التاني من السلسله دي، هو ده اصلا السبب اللي خلاني اقرا الجزء ده. كان الى حد ما كويس. الولد كان احسن من كده والبنت كانت احسن من كده. هكمل الكتاب واشوف ممكن بقدرة قادر يبقى احسن من كده ولا لا، وهجيلكوا في الاخر اقول لكم رايي. انا حتى مش هبذل مجهود واعمل سيت اب للاوترو بتاعت الفيديو. خلصت الكتاب 600 صفحه من الولا حاجه. الحاجه الوحيده اللي هقولها ان الكتاب ده بجد كان محتاج اديت. يمكن الاديتنج كان ممكن يحسن مشاكل كتير واجهتني، منها ليه الكتاب 600 صفحه. انا عارفه ان في كتب كتير ممكن تكون محتاجه 500 و600 صفحه اوقات، بس مش الكتاب ده. يعني يمكن من ساعه ما سبتكم من ال 50% ما حصلش اي حاجه جديده. انا كلمتكم كتير قوي على حوار الشوينج فيرسس تيلينج. لازم يكون في بالانس ما بين الاتنين دول في اي كتاب كويس. دي تقريبا اول مره هشتكي فيها ان اوقات ممكن يكون في showing
زياده عن في احداث كتير حصلت انا عارفه ان هي كان لازم تحصل عشان البروجريشن بتاع القصه، ولكن الاحداث دي لو كانت حصلت behind the scenes او مش في الكادر، يعني انا ما شفتهاش على الصفحه وجم بعد كده اتكلموا عنها، كانت هتفرق، كانت هتدي نفس الاثر او الامباكت، او يمكن كانت هتدي اثر اكبر بكتير كمان، لان احنا ما كناش هنضيع وقت. انا مش محتاجه اقعد اقرا حوالي 200 صفحه كل واحد قاعد في حته بيفكر في دماغه هو عمل ايه غلط. حوار الثيرد اكت بريك اب ده اغلب الكتب الرومانسيه، مش كل الكتب الرومانسيه، بتستغل ان الكلايماكس بتاع القصه يكون ان هو اتنين كانوا بيحبوا بعض قوي واعترفوا لبعض بحبهم ومرتبطين، وبعد كده حصلت حاجه خلتهم ما يعرفوش يبقوا مع بعض، وغالبا بتبقى الحاجه دي مس كوميونيكيشن او حد دخل في الموضوع بقى طرف ثالث وحد غيران من التاني او حاسس ان هو بيخونه او الحاجات التقليديه اللي احنا عارفينها. فهم بيقعدوا فتره سايبين بعض في اخر الكتاب، وبعد كده بيرجعوا لبعض في الاخر لما يكتشفوا ان الموضوع ده كان غلط. بعيدا عن ان ده كان 50% من الكتاب، ان احنا قعدنا حوالي 300 صفحه بنبيلد اب لشخصيه الولد ده اللي هو كان بلاي بوي، وبعد كده بدا يبقى ريفورمد شويه لما قابل البنت اللي عجبته وبطل يعمل الحاجات دي عشان يخليها تثق فيه. وبعد كده رجعنا لنقطه الصفر تاني. احنا هنلغي كل الكاركتر ديفلوبمنت ده عشان في حاجه واحده بس حصلت، او حاجه واحده الشخصيه قالتها حسستنا ان ممكن يكون الكلام ده كله كان كده. بس درس مستفاد من الاسبوع ان هاير ان اديتور يا جماعه، حتى لو انتم ممكن تكونوا شايفين ان هو مكلف زياده عن اللزوم، بس صدقوني الاديتنج بيميك اور بريك الكتب. لو الاديتور بتاعك عرف ينتشل الفيرست درافت ده ويحوله لحاجه الناس ممكن تحبها، ده كده حرفيا انقذ حياه الكتاب بتاعك. الكواليتي ستريت بقى انا حتى متضايقه وانا مضطره اقعد اختار للكتاب ده. الاوبشنز اللي موجوده مش كتير، والكتاب الرابع اللي هو ميثز لونه ازرق، الواحده الزرقاء اللي موجوده عندي في البوك فانا هخليها الميثز الوان، حتى في 3 نفس اللون تقريبا وفي واحده حمراء، فناخد الحمراء. موفين اون، الاسبوع الجاي هو الاسبوع الاخير في الماجيكال ريداثون، فاضل كتاب واحد بس فهنشوف مع بعض. متنسوش تعملوا سبسكرايب، تعملوا لايك للفيديو، تعملوا لي فولو على انستجرام، لينك الفيديو اللي فات فوق لو فاتكم. اشوفكم الفيديو الجاي.